وليفي، مرحبا بكم في القناه ديالي. في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش تحصلوا على الشعر ناعم ورطب بلا ما تستعملوا السيشوار ولا بلاك ولا حتى شي حاجه، بطريقه اللي جدات ديالنا المغربيات كانوا كيستعملوها، وحتى في الجزائر كيستعملوها، وتونس وبزاف ديال الدول العربيه وحتى بعض الدول الافريقيه. حنايا كنسميوها باتشا، ما عرفتش نتوما شنو كتسميوها. كاين كيقولها باتشا، كاين كيقولها باتشا. كنت كنستعمل هذه الطريقه سيرتو ملي كنت باغيه نطول شعري. طبعا غادي نعمل لكم واحد الفيديو ان شاء الله اللي فيه كيفاش طولت شعري. نتمنى يعجبكم وتتبعوا حتى الاخر. لاف يو سو ماتش، حطوا لايك. اول حاجه كيعجبني نعمل هو واحد الماسك كنعملو 2 ساعات قبل ما ندوش. طبعا هاد ستيب اختياري، ماشي ضروري تعملوها، الا بغيتو الا ما بغيتوش ما تعملوهاش. غادي نوريكم هاد الماسك غادي تعملوه ابخي تغسلوا شعركم عادي، وموراه غادي تستعملوا كونديشنر غير في القاع ديال شعركم. يفضل انكم ما تستعملوا والو في راسكم من فوق، ومن بعد غتنشفوا شعركم عادي بحال هكذا، وتنشفوا شويه. ما تعملوش الباتشا وشعركم فازك، والا غادي يطيح لكم شعركم. خليوه ينشف شويه عادي كبداو تستعملوا. يلا ما خليتها تقريبا 3 ساعات، وكل ساعه كنت كنبدل الجهه ديال مره كنعملها على اليمين مره على الشمال. تقدروا تعملوها مثلا في الليل دوشو
وتعملوها، ولا غدا تزولوا في الصباح مثلا تعاودوا تقلبوا واحد القلبه. انا كيعجبني 3 ساعات بالنسبه لي كافيه. طبعا شكلي دابا كيضحك. دابا نزيد شويه السيروم. هاد السيروم هذا روتويدو من سيفورا، كنت خديتو. استعملوا اي سيروم كيعجبكم، شويه نقطه وتستعملوا غير في اللقاح. كاين الناس اللي كيعجبهم يستعملوه قبل، يستعملوا السيروم قبل ما يعملوا الباتشا. انا كيعجبني نستعمل ابخي باش كتبقى الريحه زوينه. الباتشا مزيانه بزاف باش انك تحصل على شعر رطب، وفي نفس الوقت ما تأذيش شعرك. ما تستعملوهاش هي الا كان شعرك حرش مثلا ولا شي حاجه، راه خصك ضروري تستعمل 8 ساعات يعني تنعس بها. ولكن الا شعرك مثلا خفيف ماشي حرش بزاف شي حاجه، يفضل تستعمل 3 ساعات كافي، لانه ملي كتخلي شعرك بزاف ما يتنفش، لانه انت كتكون ساداه بالزيف وكتكون ساداه بزاف وديجا هو مجبد، فكيقدر يطيح لك شعرك. وطبعا انت واحد ما كيبغي شعرو يطيح. كنتمنى تعجبكم. الى عجبتكم حطوا لايك، والى جدادين اشتركوا في القناه. لا بيوم